الكيان السياسي اللي هيبقى موجود. الحقيقه فكره اللجان دي جت لنا، كنا بننزل الشارع نعمل مؤتمرات للتوعيه السياسيه والثقافيه للمواطنين، كنا بننزل نفهمهم يعني ايه سياسه، ازاي تختار عضو مجلس الشعب. كانت اكتريه الناس في المناطق الشعبيه بتطلب يعني بالبلدي كده زي ما بقول لك، يا عم انت بتكلمنا في ايه؟ كلمني في ازازه الزيت اللي بقت ب9 جنيه، ورغيف العيش اللي احنا ما بقيناش طايلينه، وتهريب الدقيق، وانبوبه البوتاجاز. فلقينا ان احنا يعني ايه، موجودين في وادي والناس موجوده في وادي تاني خالص. فقلنا ان احنا لازم ان المواطن البسيط او الشخص اللي موجود في المناطق الشعبيه والمناطق المهمشه هو اهم واحد لينا في الثوره، هو اللي لازم يحقق الاستفاده القصوى من هذه الثوره. لان الثوره مش تغيير في رؤوس النظام او تغيير في اي شيء كان موجود من السلطه، انما الثوره تغيير في حال المواطن البسيط اللي هو اكتر واحد اتضرر من النظام السابق. من هنا نشأت فكره اللجان الشعبيه المستقله لحمايه مكتسبات الثوره. ده مشروع مش على مستوى امبابه وبس، ولا مستوى منافسه الجزء، بل على مستوى مصر العربيه. ابتدينا ان احنا نتكلم مع المسؤولين في المشروع ده بقوه الاتحاد وقوه الاعداد الكبيره اللي موجوده وراه. فلقينا ان يعني شباب الاتحاد ليهم دور كبير بيعملوه، يعني بيحاولوا يسافروا بره دلوقتي عشان في الوفود الشعبيه اللي تحل لنا مشكله الميه. كتير منهم بيسافر دلوقتي عشان يجيب دعم مادي ومالي لمصر. فلقينا ان الموضوع ده لو اتزود على شباب الاتحاد بما فيه من اليات وصعوبه هيربط شباب الاتحاد جدا، وهيخليهم يبعدوا عن القضيه الاساسيه بتاعتهم اللي هي تحسين النظام السياسي في مصر ومحاوله النهوض بالاقتصاد. فلقينا ان دي فكره اجتماعيه اهم حاجه بيقوم بيها الناس اصحاب المشاكل. يعني يمكن لا يخفى عن الناس كلها ان كتير جدا من شباب الثوره يعني زي ما بنقول بالبلدي كانت ماديه، فالى حد ما المشاكل الاجتماعيه اللي موجوده في المناطق الشعبيه عندنا والمناطق المهمشه غايبه عنهم شويه. فلازم الوجود المادي او موجود في الناس نفسها عشان تحس بالمشاكل الموجوده عندها، وخصوصا ان كل حي او كل قريه عندها مشكله مختلفه عن المشكله بتاعه القريه الثانيه. يعني مثلا هنلاقي في حي امبابه غير حي الوفاء، هنلاقي في حي الوفاء مثلا غير في الوطنيه، هنلاقي في الوطنيه في الهرم، هنلاقي في الهرم غير الشرابيه. كل واحد او كل حي عنده مشكله ماسه موجوده في الشارع بشكل كبير. اللجان دي عباره عن 5 لجان، طبعا زي ما قلنا ان هي يتوافق عليها من المجلس العسكري ومن مجلس الوزراء ومن المحافظين. وجاري دلوقتي الان تخصيص مقر داخل كل حي او داخل كل مجلس شباب في المنطقه بهذه اللجان عشان تقدر تقوم بدورها الفاعل في وسط المجتمع. طبعا دور بس احنا زي ما بنقول الشعب هو مصدر كل التشريع ومصدر كل الاستثمار، واحنا علمناها من سيوم ثوره 25 ان الشعب هو اللي هيحكم بنفسه. فانا مش عايز اقول ان احنا استمدنا شرعيتنا من حد، لا احنا بس نسقنا مع الاجهزه المعنيه دي عشان تساعدنا في عملنا. الحقيقه حضراتكم لما تعرفوا ال5 لجان دول او ال6